الصين تواصل تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا. الهند تواجه تفشيا لإنفلونزا الطيور. اليابان تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الخبر الجديد. قالت وزيرة الصحة اليابانية اليوم الأحد أنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل، وذلك وفقا لما أفادته فضائية روسيا اليوم في خبر عاجل لها صباح الأحد. وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية الياباني في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة أن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا الأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا، وكانت بريطانيا وجنوب أفريقيا قد اكتشفتها خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس. وفي هذا الفيديو أيضا الهند تواجه تفشيا لإنفلونزا الطيور. قال مسؤولون إن إنفلونزا الطيور تتفشى بصورة سريعة في أنحاء الهند، حيث أكدت 7 ولايات وجود حالات إصابة، في حين تنتظر ولايات نتائج الاختبارات في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات لاحتواء الفيروس. وكانت ولاية أوتار براديش أحدث ولاية تسجل حالات إصابة بالفيروس، حيث تم إغلاق حديقة حيوانات في مدينة كامبور عقب نفوق 4 من الطيور و2 من الببغاوات. وقال كبير المسؤولين البيطريين في منطقة كانور أربي مشيرا أن نتائج الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة الحيوانات بالفيروس. وأضاف أيضا: نحن نقوم بعملية ذبح جميع الطيور في الأحواش، كما تم الإعلان أن حديقة الحيوانات أصبحت بؤرة. إنه أمر مؤسف، ولكن علينا أن نتبع البروتوكول. وجرى تسجيل حالات مصابة بإنفلونزا الطيور في ولاية كيرالا وراجستان وهيماشان وكثير من الولايات بحسب ما قالته الحكومة الاتحادية. ويشار أن فيروس إنفلونزا الطيور يصيب بصورة أساسية الطيور البرية والدواجن، ولكن يمكن أيضا أن يصيب الأشخاص الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الطيور المصابة. ونواصل في هذا الفيديو أيضا. الصين تواصل تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا. قالت إدارة الطيران المدني في الصين اليوم الأحد أن البلاد ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها. وأضافت إدارة الطيران في بيان لها أن التعليق الجديد سيسري بدءا من يوم الغد الاثنين وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري. الصين تعلق الملاحة الجوية مع بريطانيا بسبب طفرة كورونا الجديدة، وكانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك. وأعلنت السلطات البريطانية في الشهر الماضي عن رصد تفشي سلالة جديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا إلى الدرجة الرابعة، وهي الأكثر صرامة. ورصدت عدة دول منها هولندا والدنمارك وأستراليا وإسرائيل إصابات بالسلالة الجديدة ذات القدرة المتزايدة على التفشي. وأعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت عن رصد إصابات بطفرة جديدة أخرى من كورونا في أراضيها، ويعتقد أنها مرتبطة بدول جنوب إفريقيا. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.